برحب بكل مشاهدينا، كل سنة وحضراتكم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلينا وعلى الأمة العربية والإسلامية. الدراما الرمضانية أعتقد أنها كان فيها زخم كبير، عدد كبير جدا من المسلسلات. هنحاول نقيمها من خلال ضيف مميز للغاية ونجم كان ليه دور مميز في شهر رمضان. خلونا نعرف منه رأيه في الدراما ونتعرف على دوره المهم اللي قام بيه في حارة اليهود. مش عايز اقول لكم مين، اول ما تشوفوه هتعرفوا يعني دوره المميز اللي قام بيه، لانه في حارة اليهود السنة دي كان بيقوم بدور والد الفنانة منى شلبي داوود. خلونا نرحب بالفنان الجميل أحمد كمال. أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيب وعيد سعيد عليك وعلى أسرتك. الله يخليك، كل سنه وانتم طيبين. خلينا في البداية قبل ما نتكلم عن المسلسل ونتكلم عن الدور الجميل نعرف رأي حضرتك في الدراما الرمضانية. أكيد كنت مشغول وبتسجل وما قدرتش تتابع كل المسلسلات، لكن رؤيتك للدراما الرمضانية السنة دي والسنوات، هل في تطور؟ هل شايف إن ده بيفيد الدراما المصرية ولا لا؟ هو لو اتكلمنا عن صناعه الدراما التلفزيونيه، فاقدر اقول لك يعني ان السنه دي من خلال كده متابعه سريعه في تطور كبير قوي في مستوى الصوره. مم. آه، استخدام التكنولوجيا في نقله كبيره قوي فيها، الجرافيك وغيره و الكاميرات. كمان في تطور في شغل المخرجين. مم. يعني السنه دي في مخرجين جداد ظهروا، والواحد يعني عارفهم من زمان يعني، وعارف ان هم يعني كفء، مستواهم كويس جدا. فسواء مخرجين جداد او مديرين تصوير جداد او حتى اجيال جديده من الممثلين، مواهب جديده ظهرت. يعني بشكل عام صناعه الدراما التلفزيونيه السنه دي عملت نقله مش بطاله، مش نقله عظيمه قوي، بس نقله كويسه قوي على مستوى الصوره ومستوى التكنولوجيا والاجيال الجديده من الممثلين زي ما قلت. كمان الموضوعات يعني على قد ما بسمع يعني واعرف، في موضوعات كتيره قوي وجريئه السنه دي. فرغم ان العدد ان السنه دي 40 مسلسل تقريبا حسب ما بسمع يعني، ما اعرفش كام بالظبط، بس تقريبا من 40 يعني. بس بس كويس ان العدد قل، بس في جوده عن اعوام سابقه. الكم بيضيف للكيف، يعني كل ما يبقى فيه مسلسلات كتير يخليك تبقى عندك قدرة على الانتقاء، وفي الآخر اليوم 24 ساعة هتركز في 4 5 مسلسلات ومش هتقدر لو كنت يعني ما وراكش حاجة غير التلفزيون تتابع كل المسلسلات طبعا. اه مظبوط، بس هي الفكره في إيه؟ ان المسلسلات دي بتفضل تتعرض على مدار السنه لغايه رمضان اللي بعده يعني. فالناس على مدار السنه بتبقى عامله حسابها انها هتشوف المسلسل مره واثنين وثلاثه، فما فيش اي مشكله. وطبعا العمل الجيد، والسنه دي اعتقد ان فيه هيبقى يعني على قد متابعتي السريعه، بس في اعمال جيده كتير قوي السنه دي، ودي حاجه تفرح الحقيقه يعني. بتشوف الأعمال الجيدة إخراجيا ولا تقنيا ولا ورق ولا ممثلين ولا العمل المتكامل من وجهة نظرك؟ يا ريت طبعا كل العناصر دي يعني يبقى لو كل العناصر دي موجوده يبقى شيء عظيم يعني. بس طبعا بدايه من الموضوع وازاي تم طرحه، تناوله يعني، الكتابه يعني ده اساسا يعني، والمخرج ومدى سيطرته على العمل، واختياره لطاقم الممثلين يعني، والنظام بتاع تنفيذ العمل. لان احنا عندنا مشاكل كتيره قوي قد تكون احد مشاكل صناعه الدراما التلفزيونيه في مصر هي الاداره. مم. عندنا مشاكل في الاداره، وعندنا طبعا سلبيات يعني، والممثلين عندهم سلبيات، وكله عنده سلبيات يعني. انا ما بقولش بس ان الاداره فقط، لكن احنا كمان كممثلين في مشاكل وفي حاجات كتيره قوي يعني لازم بس ناخد تحس بالنا. ان احنا عندنا في وسط هذه الفوضى اللي حضرتك بتتحدث عنها فوضى خلاقه، بنطلع اعمال. لو شفت المسلسل ده والكواليس وبيتصور ازاي والصبح وبالليل وناس نايمه وناس جايه وناس رايحه، ما تتخيلش ان المسلسل ممكن يخرج بالجوده دي في اه النهايه. طبعا، لا عذاب يعني، عذاب وضغوط عصبيه. بس هي فكره احنا لازم برضو يعني نعيد النظر، وده بدأ يتكسر شويه. ما ينفعش يا جماعه الدراما التلفزيونيه تبقى على مدار العام كله، يعني ليه زنقه رمضان دايما يعني؟ مم. السنه دي اتكسرت شويه. في مسلسل نزل اسمه سلسال الدم، وجديد، بس واعتقد حاجات تانية نزلت. بالمناسبه قبل ما انسى، الحاجه الجميله اللي انا عرفتها وتاكدت منها
ان سوريا انتجت 5 مسلسلات السنه دي، رغم الظروف الصعبه اللي ورغم بيمروا بيها طبعا طبعا. يعني، بس يعني ما شاء الله حاجه جميله قوي ان هم السوريين انتجوا 5 مسلسلات في دمشق وكده، فدي حاجه جميله قوي يعني. ما زلنا نملك الريادة. هل الريادة دي سلاح ذو حدين بتخلينا في بعض الأحيان ما بنركزش في الجودة قد ما بنركز في الكم والانتشار، ولا لا طبعا الريادة ليها قواعد تانية بعيدا عن الكم؟ ما هو انا لو فضلت اقول ان احنا الفراعنه واحنا 7000 سنه حضاره، انا مش هتقدم يعني. الاخوه السوريين عندهم مهارات، مثلا عندهم قدره على انتاج الاعمال التاريخيه، مم. احسن ناس يعملوا اعمال بالظبط. تاريخيه مم. بصراحه السوريين يعني. مم. احنا شويه الصناعه عندنا مش جاهزه قوي للحاجات دي يعني، احنا مش للنوع جاهزين. ده، لكن اه في الباقي اعتقد ان احنا مميزين يعني. ماشي اوكي، اه. بس احنا يعني الضغوط العصبيه اللي شفناها في ذات وفي حاره اليهود بسبب انها احداث في الاربعينات والخمسينات، وذات قبل الاربعينات كمان. وانا جربت الحديث والتاريخي. هو مش تاريخي قوي بس يعني تاريخ مصر الحديث يعني. لا، ما احنا مش جاهزين قوي لده يعني. مم. محتاجين نطور نفسنا في البحث والامكانيات ليه المسلسلات دي دايما عليها جدل ما بين صحة الروايات وعدم صحتها، والحاجات دي حصلت وما حصلتش، ومين اللي يجزم بأنها حصلت، ومين اللي يجزم بأن اليهود عملوا كده أو ما عملوش كده؟ ليه دايما في جدل على هذه النوعية من المسلسلات؟ لان التاريخ نفسه عليه جدل. يعني التاريخ نفسه في حقائق كتير ما بنعرفهاش او بنتاكد منها اللي بعد 50 سنه، مم. وما زال، ودي حاجه يعني الواحد قراها وتاكد منها، ما زال احداث حاره اليهود فيها غموض كتير مم. حتى هذه اللحظه. مم. مين اللي حرق محلات اليهود؟ مين اللي عمل كذا؟ التفجيرات مين؟ طبعا الاراء بتشير لناس معينه، لكن برضه في غموض. مم. يعني كل المؤرخين اللي كتبوا عن ده في غموض. الاغتيالات اللي تمت كل الحاجات دي كلها ما زال في بتراهن غموض. ازاي على المسلسلات اللي فيها غموض، ولا بقيت تحبها خلاص، بقيت شايف انها فيها سسبنس كده والناس هتبقى متشوقة لانها تعرف التاريخ، خصوصا الحقبة دي اللي كان اليهود بالتحديد؟ من ناحيه ايه بالتحديد؟ لا انا بتكلم فكره اه ان حضرتك تقبل هذه الادوار اللي بتبقى ادوار صعبه وفيها تركيبات صعبه، وفي نفس الوقت بتبقى عارف ان المسلسل عليه جدل. اذا كان المسلسل بيتحدث عن اليهود، فقبلما تخرج الحلقه الاولى للنور اكيد هيبقى فيه جدل على لا المسلسل. والله، من ساعه ما اتقال لي في التليفون هنبعت لك مسلسل اسمه حاره اليهود، قلت من اولها كده. من قبل ما اقراه، اه. مجرد بس اسمه عرفت ان هيبقى عليه جدل. وقد كان يعني انا متوقع ده من زمان وعارف ان ده هيحصل، وكنت بقول لهم يعني المسلسل ده هيحصل عليه مشاكل، بس هيتشاف وهيبقى عمل كويس جدا، لانه في جزء منه وثيقة يعني مم. اللي عايز يعرف يعني الفترة دي كان شكلها ايه وكده، ففي جزء منه وثائقي يعني. هل من حقك كممثل تعرف او تتحرى او تتاكد من الكتابه من الورق، ولا مش دورك يعني، مش من دور الممثل انه يعرف حتى دوره الشخصي بعيدا عن فكره المسلسل بشكل عام يعني؟ هو طبعا يعني مبدئيا ايه، انا عن نفسي واللي زيي يعني الاول يعني انا من النوع اللي بختار امم. يعني. لو المسلسل او الفيلم او المسرحيه مش متفقه مع دماغي ومع ما اؤمن به، امم. معتقداتي الخاصه يعني، انا برفضها يعني. امم. فدي حاجه في ايديا. مش في ايديا قوي حكايه ان انا اغير يعني لكن لو انا مجتهد واقرا في التاريخ وعندي درايه وبحب اقرا يعني، وانا بحب اقرا اساسا، فممكن اناقش المؤلف واقول له كذا 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 يعني، ابتدي اتناقش معاه، فاقول له مرجع كذا، كتاب كذا، مش عارف ايه كذا يعني. وده بيحصل. يعني والمؤلف استاذ بيتر العدل كان معاه ناس متخصصه في التاريخ بيساعدوه في الماده العلميه يعني. خلينا نتكلم عن المسلسل. الحقيقة الناس أجمعت على إنه مسلسل جيد جدا وشاهدته، وبنهنيك على الدور الله الجميل اللي يخليك يا استاذ حضرتك عبد الغني، عملته. الله يخليك. كلمني بقى عن الدور يا أستاذ أحمد، ورأيك في الدور، وأول ما شفته في الورق حسيت بإيه، ولما ابتديت تشتغل يعني تماشى معاك ولا لأ؟ مبدئيا انا كان ليا الشرف ان انا اقابل يهود مصريين هنا في مصر، مم. اللي هي الفئه اللي اختارت انها تعيش وتموت في مصر، مم. زي الاستاذ شحاته هارون محامي شهير
قضى حياته كلها في محاربة الكيان الصهيوني رغم ان هو يهودي. وحاليا موجودة بنته الأستاذة ماجدة هارون وهي ماسكة الطائفة اليهودية بالقاهرة. يقال ان هم حوالي 20 فقط في مصر يعني، يعني في سبيلهم للاختفاء يعني. مم. فليه كان ليا الشرف ان انا قابلت الاستاذ شحاتة هارون هذا المحامي الوطني ده الشريف. قبل الدور طبعا وقبل من المسلسل زمان بكتير. من زمان لان هو مات 2011. مم. فكان ليا شرف ان انا اقابله يعني وهو راجل جميل قوي وشخصيه جميله قوي. فانا يعني من صغري من زمان وانا عارف يعني ايه يهود مصريين وطنيين. مم. يعني انا عارف المعلومه دي كويس قوي ومش جديد عليا. وقرينا شويه في الفتره دي بحكم يعني اهتمامنا. وانا اصلا خريج قسم تاريخ جامعه القاهره يعني. مم. فالقرايه والدراسه والحاجات دي كلها فهمنا يعني الفرق ما بين اليهوديه والصهيونيه يعني. مم. الدور نفسه جماله في انه يعني شخصيه هارون شخصيه جميله لانها عليها ضغوط كتيره قوي، ما بين ضغوط سياسيه واجتماعيه والعيله اللي بتتفتت. ابنه بيتبنى الفكر الصهيوني. الام بتتعاطف مع الابن وبتسافر معاه بما يسمى اسرائيل يعني، بتروح هناك. البنت نتيجه الازمه النفسيه اللي هي منة شلبي ليلى، الازمه النفسيه العاطفيه اللي مرت بيها بتجرب انها تروح هناك عند الكيان الصهيوني يعني. وبتجرب وبتفشل وبتكتشف حقيقتهم ان هم خدعه كبيره وبترجع تاني. فكل دي ضغوط على الاب يعني. وفي نفس الوقت هو وطني جدا وبيحب مصر جدا وكان نفسه يتطوع في صفوف مقاومه الانجليز وطبعا اترفض وكده يعني. تركيبه كده جميله قوي. الشخصية لو قريتها من غير ما تشوف ممثل قدير زي حضرتك بيعملها الله ممكن ما يخليك. تصدقهاش. يعني ايه يهودي ويعني ايه وطن ويعني ايه يهودي وبيحب مصر؟ فكرة معقدة مركبة كده الحقيقة عايزة تفسير يعني. لكن حضرتك أديت الدور ببراعة الحقيقة الله يخليك يا استاذ. وأشعرتنا بده. الله يخليك. فده كان ضغط عليك في البداية انك يعني تخلي الدور بهذا الشكل، لأنه الناس من الناس اللي انتقدت المسلسل قالت انتوا حليتوا صورة اليهود أو حسنتوا صورة اليهود. فده قد يكون أحد الاتهامات اللي وجهت للمسلسل من هذه النقطة. ما هو احنا لازم نعرف ان اليهود في مصر فئات. الفئة اللي هي زي هارون كده اختارت انها تموت في مصر زي ما شفنا في المسلسل، انه نام ما صحيش يعني اختار ان هو يموت في مصر. وفي فئة زي ابنه راحت اسرائيل. وفي فئة تانية راحت فرنسا وامريكا رافضة الكيان الصهيوني فقررت انها تروح اوروبا. وفي الغلابه جدا يهود فقراء جدا مش لاقيين اساسا ياكلوا يعني. وده وكانوا كتير، نسبه كبيره يعني فقراء جدا يعني. حاره اليهود كان معظمها فقراء من اليهود يعني. مش وحتى كلهم تجار ولا لا لا أثرياء لا لا, ولا لا. يعني فيهم فقراء كتير جدا. مم. وحتى ما بيعرفوش عبري، ما بيعرفوش. مم. فراحوا اسرائيل بس كانوا هناك عبيد. مم. عبيد يعني مواطن من الدرجه الثالثه بيشتغل في اي حاجه وبيتعامل معامله وحشه وما عندوش حاجه يعني. مم. فاذا اليهود المصريين فئات. فاحنا بنتكلم عن الفئه وانا يعني مثلت الفئه الوطنيه الشريفه الجميله. فما كانش بالنسبه لي في اي ضغط خالص يعني. انا عارف ان زي مثلا ما احنا ممكن تختلف مع السياسه الامريكيه يعني. بس هل معنى كده انك يعني ضد الشعب الامريكي؟ ما انتش ضده يعني. مم. وكتير حتى في داخل اسرائيل نفسها هتلاقي اراء كتيره او في مجموعات كتيره او في بشر اسرائيليين متعاطفين مع القضيه الفلسطينيه. مم. عايز اتكلم عن الكواليس الخاصة بالمسلسل واللقطات الهامة اللي كانت بينك وبين النجمة من شلبي. ايه اكتر المواقف اللي حضرتك تتذكرها وكان في صعوبة في تمثيلها؟ طبعا المشاهد اللي كانت مع الاستاذه منى شلبي كانت مشاهد جميله وهي ممثله طبعا رائعه واحساسها جميل. وكان في بينا كده توافق، هي بتعتبرني في التصوير باباها يعني. مم. بابا يعني. هي بنوته جميله وشخصيه لطيفه جدا وروحها حلوه قوي في الحياه العاديه يعني. كنا بنصور في مشاهد صورناها على النيل، كورنيش النيل في المعادي. فطبعا الناس اتلمت والدوشه والحاجات دي كلها. فطبعا اضطرينا نعيد الصوت فقط يعني، دوبلاج يعني، نعمل صوت فقط. بس كونك انك تمثل وفي عربيات نقل بتزمر
وخناقات وسامع بس دوشه. المشهد ده طلع جميل الحقيقه وكان مؤثر جدا. اه جدا، مشهد كويس جدا. بس اتعمل له دوبلاج يعني. اه آه الناس ما بتشعرش قوي بالحاجات مظبوط دي، مش مظبوط. تقنيين يعني فما بيشعروش بس قوي، وانت لكن وانت شغال اه انت سامع بتسترجع بقى، ده انه وسامع زعيق وسامع ناس بتزعق يعني. فدي الصعوبات اللي شويه، ورغم ان احنا يعني حاجزين المنطقه بس طبعا الناس عندها الناس فضول. الحقيقه الفانز او المعجبين لما بيصدقوا يشوفوا فنانين بيسعدوا بيهم، ودي حاجه اه اكيد بتسعدكم يعني برغم الضغوط لا طبعا، لا اه خالص، لكن هو بس اكيد. يعني لو يساعدونا بالهدوء بتبقى الحاجه يعني ماشي، ما عندناش مشاكل خالص ان الناس تقف تتفرج وبتاع، اوكي دي حاجه كويسه يعني. بس الفكره ان انا اتفرج وانا ساكت عشان ما اعطلش شغل الناس بالظبط. بس يعني. في تجارب أخرى حضرتك خضتها، إيه ترتيبهم في الأهمية من وجهة نظر حضرتك أو قربهم إلى قلبك؟ يعني ذات ولا دوران شبرا ولا فرح ليلى، مين بالظبط أو الدور اللي حسيت إنه قريب منك؟ هو انا كنت يعني محظوظ ان الادوار كلها يعني دوران شبرا، خالد الحجر، الدور كان عاجبني قوي. مم. يعني دور ضابط شرطه، بس دمه خفيف شويه وغريب شويه كده وبتاع، بس الدور كان انساني قوي. فبعديها ذات ابو نيلي كريم في المسلسل. كان برضو كده في مصري اصيل ووطني جدا وجو العيله الحميمي جدا واجتماعي جدا. بعد كده فرح ليلى دور كوميدي جدا مع الاستاذ خالد الحجر، فبرضو دور كوميدي جميل وغريب شويه فكرة الأب دي ما بتحسش إنها كبرتك شوية بقى لا انا في وإن... فرح ليلى ما كنتش اب، ودوران لا أنا شبرا مش بتكلم اب. في ذات وفي حارة اليهود. يعني فكرة الأب أنت خلاص هبقى يعني الناس هتاخد عليا بقى إن أنا كبير بقى ما بمثلش غير الأدوار دي، ويعني لا ما هي في ناس الفكره بتخاف على فكرة يعني مظبوط مظبوط. بس هو لو اب وشخصيه اه اوكي، يعني قصدي شخصيه تغري الممثل، مم. سواء اب جد حتى ما عنديش مشاكل يعني مم. لو جد حتى، بس تغري الممثل اوكي. انما مجرد اب صباح الخير يا بنتي ازيك يا بنتي، اللي هو الكلام اللي لا ما ينفعش طبعا، ما بحبش الحاجات دي يعني. بيفرق معاك مين النجم اللي واقف قدامك؟ يعني ممكن يضيف لك وياخد منك، يبقى في هارموني بينك وبينه، وممكن تحس انه لا يعني الموضوع مفيش كيمياء كده زي ما بيقال، ولا لا انت ممثل محترف والحاجات دي ما بتفكرش فيها؟ مظبوط، انا معاك في الجزء الاخير من كلامك. الواحد نتيجه انه محترف، والمحترف فعلا بيعمل كده بغض النظر مين اللي قدامي انا بشتغل. مم. ولازم اشتغل. مم. طبعا لو الممثل اللي قدامي في كيمياء وفي تواصل بيننا وبين بعض زي منا مثلا في مسلسل حارة اليهود دايما باصين في عينين بعض. في ممثلين ما بيقدروش يبصوا في عينين بعض، لكن منا من النوع اللي بتبص يعني ما عندهاش مشاكل في تواصل بالعين. وكمان المخرج ساعدنا على يعني ماندو او محمد العدل مخرج حارة اليهود كان بيشتغل معانا دايما على فكرة التواصل بالعين، مم. وانه دايما مركز على عين الممثلين وبيشغل دايما عينينا. وده مجهد جدا بس صح جدا. مم. يعني من احد يعني بس المخرج بيبان على الشاشة بيبقى رائع طبعا يعني طبعا طبعا. شيء جميل قوي ان اه المخرج بيشتغل على عين الممثل مم. وهمه قوي عين الممثل. ده مندو العدل يعني او محمد ما العدل. بتخافش انك تاخد تجربة مع مخرج جديد، تقنيات مختلفة، حاجات ما اتعاملتش معاها قبل كده، ولا انت مغامر بطبعك وممكن تعمل كده؟ انا مغامر، يعني بحب ان انا اشتغل. انا بشتغل في افلام قصيره، ولسه امبارح واخد جايزه في اسبانيا فيلم قصير اشتغلته مع مخرج اسمه محمد كريم اسمه الزياره. واشتغلته من غير فلوس مجانا يعني بساعده كمشروع تخرج وبتاع. امبارح يعني كلموني ان انا خدت احسن ممثل في مهرجان كبير قوي الافلام القصيره في اسبانيا. بنبارك لك. الله يبارك لسه ما فيك. حدش عارف ده، احنا لسه احنا اول ناس يعني لانه امبارح دي حاجه بالظبط اه يعني، وجايزه مهمه جدا هايل. ومهرجان مهمه جدا للافلام القصيره في اسبانيا اسمه تريدينف حاجه زي كده، اسمه غريب شويه بس مهرجان مهم قوي وما كنتش ومتخصص فقط. بتسعى خالص ولا بتفكر في جايزة ولا ولا كان حاجه على بالك؟ خالص، انا اه اشتغلت طبعا. الفيلم واتبسطت جدا. وانا بحب اشتغل افلام قصيره وهو ده يعني. الفن. طبعا الحقيقة الفن طبعا. الممثل بيجيد ويخرج احسن ما عنده، بعيدا عن فكرة انه هيحصل على فيلم جوائز. قصير فيلم طويل فيلم بتاع بيشتغل. بالعكس المخرجين الشباب الصغيرين اللي بيعملوا افلام قصيره، انا طبعا بنقي مش بشتغل في اي حاجه في مم. الافلام القصيره، فتلاقي عنده فكره حلوه قوي. مم. كل الافلام القصيره اللي اشتغلت فيها الحقيقه جميله، افكار كويسه، مخرج عارف هو عايز ايه رغم صغر سنه، ومحدد ومنظم جدا وبيصر وبيناقش ودماغه. عندنا مواهب اه طبعا محتاجة حد ينفض التراب اللي عليها طبعا. الحقيقة.
انت كمان بتدرب تمثيل، فاعتقد انه هيبقى عندنا اجيال مميزه اذا كنت حضرتك اللي بتدربهم، الله يعني ده يخليك يا شيء استاذ عبد جميل. الغني. آه، الله يخليك. بتشوف فنانين، عندنا جيل صاعد من فنانين حتى لو لسه بيبداوا ممكن تبقى اجيال مستمره. اعتقد انه مصر لم تنضب من الفنانين طبعا الاقوياء يعني. طبعا، لا ده في اجيال من الممثلين قادمه ولسه. يعني انا بحكم شغلي انا بدرب بقالي حوالي 20 سنه بدرب تمثيل، وفيهم ناس كتيره معروفه دلوقتي، يعني كتير معروفين يعني. وفي اجيال جايه كتير. وكان في حاره اليهود في كذا ممثل وممثله شباب صغيرين هايلين جدا. وفي المسلسلات الاخرى في السنه دي كان في حاجه جميله لما قوي. بتشوف ولادك ولسه اللي انت دربتهم دول بقوا نجوم او عملوا ادوار جيده، بتحس بايه؟ طبعا الواحد بيبقى مبسوط جدا ان هو، وهم طبعا دايما بيتكلموا في اي برامج زي البرنامج ده، بيتكلموا عني وكده وعن تجربتي معاهم وبيبقوا سعداء جدا ان هم يعني يذكروا اسمي والواحد طول ما ماشي في الشارع عمال يخبط فيهم يقابلهم في كل حته يعني. التجربة التدريب صعبة مرهقة ولا بتستمتع بيها بما انك لك باع طويل فيها؟ لا اشكرك طبعا، يعني انا مستمتع بيها جدا، يعني ممتعه جدا. لان انا ما بعتبرش نفسي مدرس، انا مدرب، مم. كوتش. مم. يعني عارف بينزل الملعب ويشتغل ويجرب ويعك مع الناس ويجرب حاجات. وانا كوتش يعني مم. مش مدير فني يعني. بتضيف لك؟ طبعا طبعا جدا. مم. لان انت وانا شغال مع الطلبه بينبهوني الاشياء، هم عندهم حاجات مش عندي، مم. عندهم حاجات كويسه. فابتدي انا بتعلم منهم. مم. يعني بقعد اتفرج عليهم وهم بيشتغلوا، فلاقيهم رايحين لمناطق جديده انا ما اعرفهاش، بحكم سنهم والجيل بتاعهم، وبحكم يعني طموحهم المختلف ومشاعرهم اطلاعهم على المختلفه. ثقافات الانترنت والميديا في العالم خلتهم يشوفوا حاجات بالظبط. يعني في سن صغير بقى يقدروا يطلعوا يعني. مظبوط. مم. يعني ردود فعل مختلفه عن ردود افعالنا احنا خالص يعني. فده مفيد جدا للواحد، دايما بيحس كده ان هو ايه، يعني بيشوف الممثلين بيبداوا حياتهم ف بمشاكل جديده، بطموح جديد، بافكار جديده، فبيبقى جميل قوي. ليك تجارب مع فنانات كثيرات يعني. ايه الفرق بين تجربتك مع ليلى علوي وتجربتك مع نيلي كريم وتجربتك مع منى شلبي؟ هما طبعا اجيال. يعني الاستاذه الكبيره ليلى علوي، جيل بعديها نيلي كريم، بعديها منى. فكل جيل ليه كده طريقته، وكل ممثله منهم ليها الستايل بتاعها في التمثيل. وثقافتها اللي هي بتبان في تمثيلها يعني. وكل واحد فيهم ليه يعني طقوسه وهو بيشتغل، والطريقه اللي بيشتغل بيها. بس فيهم حاجات مشتركه هم الثلاثه دول، ان الثلاثه مجتهدين. مم. يعني الثلاثه بيحبوا يراجعوا المشهد كذا مره. استاذ احمد ممكن نراجع، اه طبعا يا ريت. انا من النوع اللي لو ممكن اراجع 20 مره ما بزهقش. انا بخاف الناس تزهق ان انا كل شويه اقول لهم ما تيجي نراجع، مم. فبخاف يعني. فلاقيهم هم اللي عايزين يراجعوا كده وبتاع. فدي هم الثلاثه في اجتهاد فظيع ان هم عايزين يشتغلوا، وهم الثلاثه بيحبوا التمثيل. مم. دي حاجه حلوه قوي. وهم الثلاثة نجوم وناجحين، وده طبعا سبب طبعا اجتهادهم في النهاية أدى إلى طبعا هذه النتيجة المميزة ليهم. طبعا. بس هي طبعا خبره ليلى طبعا. علوي بدأ من زمان. وكميه الاعمال الفنيه اللي شاركت فيها بالذات في السينما. فطبعا في خبره كبيره لما تقعد مع ليلى علوي تتكلم في السينما وبتاع. يعني تاخد منها خبره. انا شخصيا ما عنديش نفس الخبره دي، لانها اشتغلت في اعمال كتيره جدا وبطولات كتيره جدا، وكان منها اعمال مهمه يعني. عيد سعيد عليك، كل سنة وأنت طيب. شرفتنا النهاردة وسعدنا إن حضرتك كنت معانا، اشكرك يا أستاذ. وبنهنيك على الدور الجميل اللي قمت بيه في حارة اليهود. مزيد من النجاحات، وما تبقاش بس في رمضان، تبقى طول السنة. بنشتاق لك طبعا. اشكرك يا زبد غني، وانا سعيد جدا بهذا اللقاء، وكل سنه وانتم طيبين. وان شاء الله يعني العيد يبقى عيد جميل على كل المصريين. إن شاء الله. كل سنة وحضرتك طيب. شكرا ليك النجم الفنان أحمد كمال، سعدنا جدا بوجودك معانا في بيت العيلة. اشكرك يا استاذ. وبشكر كمان كل مشاهدينا لحسن متابعة هذه الفقرة. فاصل قصير وفقرة أخرى مع الزميلة العزيزة رندا.